عايزة اقول لكم يا جماعة ان خلاص بدأنا تنظيفات الشتاء. حكم كل حاجة عندنا لها تنظيفات، تنظيفات دخل الشتاء، تنظيفات عيد، تنظيفات رمضان، تنظيفات شعبان. المهم يعني شلت كل الكنب والانتريه من الصالة، شلتهم رميتهم برا في البلكونة. وجبت الواد عمار والبت روفان كده عشان بيحبوا هما يشهيصوا في المية. وطبعا فضيت الصالة، وعندي ما شاء الله الصالة كبيرة يعني. وفرشت فيها السجاد وشحطت خرطوم كده من عند عمتي، وحدفتهن من البلكونة كده. وعلقته كده في الحنفية اللي جوه بتاعة الغسالة، عشان عندي حنفية الغسالة حنفية عادية يعني مش يعني بيركب فيها الخرطوم ده يعني من الآخر. وفرشت كده السجادة في الصالة كده. والأول بليتها مية، وبعد ما بلت مية، ايه اللي أنا بقوله ده، جبت طبعا جردل كده، وحطيت بقى شوية منظفات كلوروكس ألوان، على كلوروكس أبيض، على برسيل جل، على أوكسي، على شوية حاجات، على بريل من بتاع المواعين. وحطيتهم كلهم كده خلطويطة على بعض، ومسكنا السجادة دعكناها مرشناها مرشة محترمة. وبعدين بمسكها بقى بشطفها كده بالخرطوم، وبسحب الصابون والمية الزيادة بالمساحة. لان احنا فاردين السجاد على الاخر فواخدين مساحتنا يعني. وطبعا الميه كلها بنشدها بتروح بتجري في الصاله كلها، وبتروح على 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 الحمام وكده. واهو زي ما انتم شايفين كده عمالين. جينا في السجادة التانية وزودنا برضو شوية منظفات كده وبرش زي ما انتم شايفين، ونفضل ندعك ندعك. بنت روفان طبعا مبسوطة بالكاميرا فراح ترقص، وانا عمالة ازغزغ فيها كده. وهم هيصين مية بقى وعيالي بيموتوا في الحاجات اللي فيها مية.